صبحكم الله بالخير يا اخواني واخواتي وحياكم الله. حقيقة التسجيل هذا خاص ورسالة أوجهها إلى اخواننا واشقائنا في دول الخليج. في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا مجموعة يحاولون الإطاحة بين دول الخليج مرة ثانية. انزعجوا كثير من موضوع الصلح والتقارب اللي صار بين دول الخليج بعد الأزمة الخليجية اللي صارت. وطبعا دائما نحن نقول الأمور مثل هذه ما نتدخل نحن فيها كشعوب، هذه تكون على مستوى أعلى منا نحن، وعارفين هم المصلحة وين، وعارفين المعطيات، وعارفين الأمور كلها. نحن ما نتدخل، نحن لنا مستوى معين، والأهم من كل هذا الحفاظ على الترابط بين شعوب دول الخليج. الفترة الأخيرة شفنا يعني محاولات، ويمكن نجحوا في المحاولة هذه بنسبة معينة، الإطاحة بين الإمارات والسعودية بالكلام اللي قاعدين نسمعه، بالأمور اللي قاعدين نشوفها، ونعيد ونكرر ونقول أمور مثل هذه ما نتدخل فيها. نحن ما نتدخل أبدا، نسمع ونقرأ ونشوف. يعني أنا شخصيا قريت وسمعت وشفت الكلام قال عن السعودية، أن السعودية كذا كذا على الإمارات، والإمارات كذا كذا على السعودية. ما أقنعني الشيء هذا الصراحة، لأن اللي بينه وبين السعودية وبين دول الخليج يعني أكبر من هذه الأمور، أكبر من هالسوالف هذه. ندخل نحن كشعوب في أمور لا تعنينا، مضرة جدا، مضرة للمنطقة. كثير حولنا يعني من العالم والأحزاب اللي موجودة والمتطرفين يعني ينظرون إلى الخليج ممكن مربط الأمان اللي موجود، الأكثر أمان والأكثر تطور. اللهم لك الحمد ولك الشكر. فندخل نحن كشعوب في أمور لا تعنينا، ننجر وراء الناس هذه. صراحة أنا أشوفها يعني ما له داعي، وظاهرة غير صحية. وفي نفس الوقت نحن نعرف أن اللي وراء الحسابات في حسابات تمثل، يعني مش تمثل، الظاهر أنها من السعودية، ولكن هي أساس مش من السعودية، والعكس صحيح. من الإمارات هي أساس مش من الإمارات، من قطر هي أساسا مش من قطر، من الكويت كذا نفس الشيء. يعني ناس تدخل بالطريقة هذه عشان مثلا اليوم أنا كإماراتي بدخل أشوف حساب مثلا عليه علم السعودية والسب في الإمارات وكذا كذا كذا، خلاص يعني بصدق وببدأ أنا من ناحيتي أنا كإماراتي بروح أبدأ أسب السعودية وأسب دول الخليج وكذا. ليش؟ لأنهم سبوني. لا يا أخوان، الأكثر ولا يمكن الكل من يستخدم حسابات دول خليجية تهجم على الدولة خليجية أخرى، هذه حسابات خارج المنظومة الخليجية نهائيا، وأنا متأكد من هذا الكلام. فاللي قاعدين نشوفه في التواصل الاجتماعي أبدا ما له داعي من جميع الأطراف. أنا أتكلم كشعوب، كمجتمع خليجي. نحن نبتعد يا جماعة من موضوع التهجم على بعض. نحن المفروض ننكر الشيء هذا ونوقف ونكسر الشيء هذا بزيادة الترابط والتلاحم بيننا نحن كخليجيين. فيعني أتمنى الرسالة هذه تأثر على الناس اللي مستخدمة التواصل الاجتماعي، يعني أنهم مصدقين الكلام اللي قاعد يصير في التواصل الاجتماعي ويزيدون الشرارة هذه. فنشوف التعليقات اللي ما لها داعي، ونشوف يعني للأسف يعني أنا في التعليقات يوم أقرأ أدخل بتأكد الحساب هذا من الخليج ولا من خارج الخليج، ألقى الحساب هذا نعم خليجي لناس، يعني حسابات حقيقية فيها بوستات يعني أو منشورات خاصة فيهم لناس خليجيين يعني للأسف، ويتهجمون على الدول الخليجية. لا نحن ما تربينا، ما انشأنا على أن نعتدي على بعض بالسب والأمور هذه كلها. بالعكس نحن في فترة حساسة جدا، نكون يد وحدة ونوقف من الشيء هذا، نوقف من موضوع الحسابات اللي تطلع وتتعكر العلاقات بين دول الخليج.
فان شاء الله ما نشوف الا كل خير على التواصل الاجتماعي بين دول الخليج، بين الشعوب الخليجيه، ونكون ان شاء الله مثل ما يقولون سمن على عسل. وصباحكم جميل والله يحفظكم يا رب.